ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده هنعمل حاجة جميلة ولذيذة جدا جدا. لو ما عملتيهاش وما جربتيهاش يبقى فايتك كتير قوي قوي قوي. احنا النهاردة هنعمل، شوفي الكنافة العسولة اللي انتوا شايفينها دي، القمر، شوفوا شكلها تحفة تحفة. ما شاء الله شكلها جميلة ولذيذة جدا، الطعم حكاية. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا وهنعمل ايه. انا جبت نص كيلو من الكنافة وقطعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت طبعا مفرزاها وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطعتها ناعم خالص اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خليتها ناعمة خالص خالص، ولا كبة ولا اي حاجة. تعمليها على ايديكي كده بتبقى سهلة، وفي التقطيع بتبقى سهلة جدا جدا اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما خدتش معانا وقت. بس لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، انا اسمي اميرة المسلماني. ما تنسوش تدعموني في اللايك علشان كل جديد يوصلك. جبت ربع كوباية من السكر البودر وهنقلبها كويس جدا جدا. انا ما حطيتش طبعا السمنة، عشان السمنة زي ما قلنا بتكتل ايه الكنافة وبتخليها متكتلة، فبالسكر هو اللي بيغلفها بس. هنركن الكنافة كده على جنب ونجيب كيلو من الحليب او اللبن، ونحط عليهم ظرف من الفانيليا. حطيت ظرف من الفانيليا اهو. ونجيب كمان ايه الكاستر، او لو عايزة بالنشا، انا عملتها بالكاستر. انا حطيت اربعة، دي اتنين، تلاتة، ادي اربعة. حطينا ايه 4 معالق من الكاستر كده ايه، وقلبناهم. انا مش بحط سكر علشان طبعا لسه هنعمل القطر او الشربات. طبعا انتوا عارفين، عملناه مع بعض في الحلقة اللي فاتت. عملناه في الكنافة اللي فاتت. طبعا القطر كلنا عارفين ان احنا بنعمل كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا اهو. شوفوا بدأ ايه يتماسك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقلبه كده واحدة واحدة، ونجيب ايه، عايزة بقى تحطي عليه قشطة، عايزة تحطي عليه كريمة، عايزة تحطي عليه انا حطيت عليه كريم شانتيه بس. كده جاهزة الكريمة بتاعتنا او الكاستر. طبعا يلا بينا نجهز بقى ايه الصينية. دي صينية مقاس 24. نجيب دي كوباية من الزبدة، دول 250 جرام سمنة بلدي او زبدة برضو، بس طبعا ايه بتكوني مسيحاها وما يكونش فيها مية خالص خالص. طبعا هندهن الصينية كويس، بس انا سيحت السمنة كده شوية، سيحتها في الميكرويف علشان اقدر ايه ادهن بيها الصينية بتاعتنا. نجهز بقى الصينية كده وندهنها دهنة حلوة كده، ومن الحروف طبعا بتاعتها علشان ايه الكنافة بتاعتنا ما تلزقش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اللي ما حطش لايك يحط لايك عشان تدعموني، وكل جديد دايما يبقى مع بعض. وياريت اللي عايز حاجة برضو يكتبها لي في الكومنت بتاعه، ابقى اعملها له ان شاء الله. فردنا الكنافة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا حطينا الكنافة في الجناب وفردناها وكبسناها كويس بالشكل ده، علشان ايه ما يبقى لها حرف الصينية، القشطة او الكاستر ما يطلعش برا الصينية. وحطيت شوية كمان من السمنة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بقت السمنة كده مغطية كل الكنافة، ونزلنا على النص اللي من الكنافة، نزلنا ايه عليها بالكاستر او الكريمة. نزلناه كده بالشكل ده. طبعا انا مش هحط الكنافة على طول عليها، بسيبها 5 دقايق او 10 يعني دقايق لغاية ما تتماسك شوية. الكريمة تماسكت، وهنبدأ بقى ايه ننزل عليها بباقي الكنافة
اهو نفردها كده بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة ننزل عليها، واحنا كده برضو نكبسها بالراحة علشان ايه الكنافة ما تبقاش في قلب الكريمة. اهو انا بفردها كده واحدة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنزل بقى بباقي السمنة عليها برضو، علشان دي طبعا مش بنقلبها غير مرة واحدة بس. هنجهزها طبعا، انا دخلتها الفرن على درجة 180، وده القطر بتاعنا انا كنا عاملينه قبل كده. وادي الكنافة الجميلة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، قعدت بالظبط نص ساعة في الفرن. طبعا ده القطر او الشربات احنا عملناه في الحلقة اللي فاتت، اللي هم كوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا. هننزل على الكنافة كده، الكنافة طبعا سخنة والشربات بارد، نزلت عليهم كده واحدة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه انتي اول ما بتحطي القطر او الشيرة بتفكري ان هي كتير، علشان بتبقى لسه ايه مشربتش منها، ولسه الكاستر باين ان هو مش عايز القطر، بس هو لا، بتسيبيه 10 دقايق وبيشرب كل القطر بتاعه. او انا سبتها حوالي 10 دقايق ما قلبتهاش غير بعد ما شربت القطر بتاعها او السيرب بتاعها، وقلبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله. شوفوا الشكل جميل والتسوية في منتهى الروعة والجمال. طبعا انا حطيت المكسرات بتاعتي دي، اخدت معلقتين من السيرب بتاعنا او الشيرة اللي احنا عاملينها، حطيناها كده وحطيت معلقتين عليهم عشان تديها لمعة. وده طبعا ايه فستق مجروش. هنيجي كده ايه نسمي الله، ونيجي بقى نزين الايه الكنافة الجميلة بتاعتنا. طبعا اللي ما عملش الكنافة دي يبقى فايته كتير جدا جدا جدا. طبعا حاجة كده جميلة وحاجة ايه ملوكي، وانتي بتزينيها كده. دلوقتي بقت الاسعار نار، وبقت الاسعار غالية جدا جدا. لو انتي بتشتري واحدة كنافة زي دي مش اقل من 300 جنيه 400 جنيه. فانتي تعملي وتجهزي انتي في بيتك، وحاجة انتي حاجة مضمونة وحاجة جميلة، وهنجهزوها كده ونجملوها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده في منتهى الروعة. انا حطيت شوية من الفستق عليها كده حواليها، ونجيب كمان شوية لوز مقشرين. نبدأ بقى ايه نجمل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعدل دي كده، ايوه. طبعا انا ايه هلف بيها هتاخد برضو دايرة من اللوز المقشر، وحطينا شوية كمان من الفستق، يعني ايه بفصل بين الطبقات كده بين الفستق وبين المكسرات التانية. وهجيب برضو ده لوز بس بقشره، رصيته برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده ايه رصينا كده اللوز ايه بقى جاهز كده، بقى جاهز خلاص. نجيب كمان شوية من الفستق المجروش، نسويهم برضو واحدة واحدة كده، يبقى فاصل، ايوه. نجيب بقى ايه في النص كده، عندك بندق عندك عين جمل اي حاجة برضو هتفصلي ما بينهم كده. وانا حطيت 3 وحدات بس عين جمل. ما شاء الله حاجة كده ملوكي. كده بقت جاهزة الكنافة الجميلة بتاعتنا. يا رب كده الطريقة تكون سهلة وتكون عجبتكم الوصفة. اشوفكم على خير في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني. باي باي.